انت قلت ايه يا سيد مخ؟ انت طلعت مخ قطة؟ طب تعالى بقى للأستاذ مخاميخو، هو اللي هيحل لنا المشكلة دي إن شاء الله. مين الأستاذ مخاميخو ده؟ ده صديقي، مخ إنسان قد الدنيا. عجيب 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 عجيب. كوكب العجايب. الماتش حلو وأنا بدأت أكسب. يا مسهل، خلصت على كل عساكره وأخدت الوزير كمان. انتي فين يا بوسي؟ تشوفيني وأنا بفوز. ايه ده؟ بوسي يا خبر، ايه اللي انتي عاملاه في نفسك ده؟ مش هتبطلي شقاوة؟ تعالي تعالي يا خبر، استني بس، رحتي فين؟ ده وقته يا بوسي، محتاجة جدا أركز، ده أنا قربت خلاص أفوز. هو انتي فلتتي من فريد وفراولة ازاي بس؟ عجيب عجيب عجيب. كوكب العجايب. ازيك يا مخاميخو، عامل ايه يا صديقي؟ الحمد لله بخير يا سفروت، انت عامل ايه؟ أعرفك بجاري السيد مخ. اهلا وسهلا يا سيد مخ، انا بشبه عليك. السيد مخ يبقى مخ قطة، بس واقع في مشكلة وقلنا انت اللي هتفكر معانا وتلاقي لنا الحل. طبعا يا سيد مخ، من عينيا، بس ايه المشكلة؟ من ساعة ما القطة اتخبطت واتكعبلت في سلة وأنا حالتي مش مظبوطة. وريني كده. انت فعلا مختلف عني كتير. اوه بس اطمن يا سيد مخ، مش لاقي اي مشكلة، بس وريني كده العين بعتلك صورة ايه هي شايفاه قدامها. اتفضل. الصورة وضحت المشكلة. واضح ان السلة لازالت على رأس القطة ومزنوقة فيها ومش عارفة تتخلص منها، وعشان كده انت حاسس بتعب. تعالوا كده دوروا معايا في الذاكرة عندي، هل قابلت مشكلة زيها قبل كده ولا لا؟ يا مخاميخو، كل دي خلايا عصبية عندك؟ ايوه يا سفروت، طبعا مخ الانسان بيحتوي على 86 مليار خلية عصبية. سبحان الله، فرق كبير جدا، أكبر بكتير من الخلايا اللي موجودة عندي. فعلا يا سيد مخ الانسان ربنا ميزه بانه بيقدر يفكر ويحلل ويحل مشكلات ويخطط ويفهم اللغات ويتكلم ويتخيل ويفكر بشكل أعمق وأكبر بكتير جدا من مخ القطة اللي مهمته يفكر في حاجات محدودة جدا في حياتها اليومية، زي البحث عن الطعام والشراب والصيد والهروب وهكذا. بس ما تقلقش يا سيد مخ، أنا هفضل معاك لغاية ما نلاقي حل لمشكلتك. طيب ينفع دلوقتي أسيبك مع مخاميخو يا سيد مخ واجري أنا أروح مشواري؟ عجيب عجيب. كوكب العجايب. ولسه مكملين معاكم يا أصدقائنا، بنتابع نتائج الفوز في بطولة الشطرنج، والمنافسات بتشتد والأجواء كلها منافسات. إيه ده؟ مش ترتيب الفيروز اللي على الشاشة؟ أيوة فعلا، إيه الشطارة دي؟ دي كسبت الماتش الأولاني وقربت تكسب الماتش التاني كمان. يلا يا فيروز فرحينا. يا رب يا رب. أنا بس هتجنن، إيه السرعة اللي اللاعبين بيلعبوا بيها دي؟ إمتى بيلحقوا يفكروا؟ اتعودوا يفكروا بسرعة. العقل من صفاته إن كل ما اتدرب أكتر كل ما بقى أسرع وأشطر في التفكير وحل المشكلات اللي بتقابله. فعلا أنا بستغرب ماما بتعمل التريكو إزاي بسرعة وما بتكونش باصة خالص للخيط. ولا بابا لما بيذاكر لي حساب أي مسألة قدامه مش بتاخد معاه أكتر من ثواني، عشان في شغله بيعمل حسابات كتير أوي كل يوم. الحق يا فريد، شايف مين ظهر في الشاشة؟ يا خبر أبيض، دي بوسي. عجيب. كوكب العجايب. فراولة، فريد، أنا جيت. فين بوسي؟ بص كده في الشاشة. يا دي المصيبة، دي تحت ترابيزة الجوايز. هنتصرف إزاي دلوقتي؟ رايح فين يا سفروت؟ بصي مين على الشاشة كمان؟ ده كامل، سفروت وبوسي الاتنين على المنصة. والآن حانت اللحظة المنتظرة، يشرفنا بدء تسليم الجوائز للفائزين. الفائز بالمركز الأول أحمد حسين، الفائز بالمركز الثاني فيروز إبراهيم. فيروز الحقي، بوسي طلعت تجري من تحت الترابيزة وسافرت وراها. يا خبر أبيض، قاعدين يجوا ورا بعض على المنصة باللجنة التحكيم. يا ريتني ما كلمتك عشان تساعدنا يا سفروت، واضح إنها كانت فكرة مش في محلها. أهي فيروز بتستلم الجايزة. بوسي حبيبتي، تعالي طلعي إيدك من هنا وإيدك التانية وخرجي السلة من ودنك كده. بس يا ستي، شفتي بقى الموضوع بسيط إزاي؟
لو نفكر 5 ثواني بس بالعقل ونبطل شقاوة ما كانش ده كله حصل. يلا تعالي بقى في حضني. مبروك يا فيروز، ألف مبروك. امال فين سفروت؟ أهو على المنصة أهو، هو اللي بيسلم الجوايز. أهلا أذن أهلا لسان، أهلا بمعجزات جسم الإنسان.